ليه الناس معظمها لما بيجي في التداول بيخسر يوم الجمعة ويوم الاثنين؟ دي يمكن من اكتر الاسئله اللي بتيجي، ويمكن اكتر الحاجات اللي انا مريت بيها وناس كتير مرت بيها، ان هو بيخسر في اليومين دول، يوم الاثنين ويوم الجمعه. طيب هو ايه فكره ان انت بتخسر يوم الاثنين ويوم الجمعه؟ هو على فكره يومين في التداول عادي زيهم زي اي ايام يعني، بس ايه الفكره كلها؟ فكره ان يوم الاثنين هو ده عامل كده زي يوم اللقا، يعني انت يوم الجمعه خدت الاجازه بتاعتك وخدت يومين اجازه، فانت بقى داخل يوم الاثنين عايز يعني عندك اشتياق للسوق، فانت اصلا بتدخل ممكن ما تمشيش على استراتيجيه معينه، ممكن ما تمشيش على اداره راس مالك. طب يوم الجمعه ده يوم الفراق يعني يوم الفراق، يعني ده اليوم اللي انت بتفرق فيه السوق، فبتتفاجئ ان انت يوم الخميس يوم الجمعه عايز تبدا تعلي اللوت سايز برضو بتاعك، لان عندك يومين اجازه، فانت عايز بقى تخرج، عندك شويه التزامات عايز تغطيها يوم السبت والحد، فتغطيها منين؟ انك انت تبدا تعلي اللوت سايز بتاعك. يعني مثلا ده يوم الاثنين النهارده، تعال نشوف دي كام تريد احنا كنا متكلمين يمكن عليهم النهارده. زي ما انت شايف المكسب بتاعهم دول لسه ما كانش اشتغلوا. ده هنا زي ما انت شايف كده المكسب البروفيت بتاعها اللي هي جابته. تيجي تشوف مثلا الباوند ين مثلا نفس الفكره بالظبط. لو رحنا مثلا كان ان زد دي سي اتش اف تقريبا برضو، لو جيت تشوف بص كده لمست الزون بالظبط وراحت راجعه. ففكره اليوم الاثنين ويوم الاربعاء او يوم الجمعه هم يومين عاديين جدا، بس الاهم انك انت تكون عارف ازاي تتداول فيهم. سلام.